الفلوس ولا الحب ولا الرومانسية؟ إيه رأيكم؟ أهلاً بيكم في فن العلاقات. الحب إحساس جميل ومجنون. لو فكرت فيه شوية هتلاقي إنك عملت حاجات مستحيل كنت هتعملها لو مش بتحب. الحب فعلاً إحساس جميل وفيه دفء صعب أي حد يفهمه. الاتصال حتى لو مفيش هدف، مجرد عاوز أسمع صوتك. الحب الحقيقي مش محتاج فلوس، لأنه في البداية بيكون مبني على صدق المشاعر. يلا ندخل على الصدمة بقى. مستعد؟ وانتي مستعدة؟ الفلوس هي أساس الرومانسية وليس الحب. بس استنى شوية هفهمك ليه. هسألك سؤال وجاوب بينك وبين نفسك. لو هتجيب هدية لحبيبتك، بوكي ورد مثلاً، هتجيبه بالحب ولا هتدفع فلوس؟ سؤال تاني، انت هتجيب البوكيه ده ليه؟ مش عشان الحب والرومانسية؟ فكر كويس. الحب والرومانسية من غير فلوس يبقى فنكوش. والله الحب والرومانسية من غير فلوس يساوي فنكوش. يبقى احنا متفقين إن في حب أولاً، بعدين رومانسية، والفلوس جاية علشان تحقق الرومانسية. طيب المراحل اللي قبل الحب دي كلنا عارفينها: إعجاب، نظرات، جوابات، وهكذا. الرومانسية في رأيي مش مكلفة قوي، وتقدر تظهر الحب بين الاتنين. سهرة جميلة في البلكونة أو على السطح أو حتى في الصالة، ضوء خافت حتى لو شمعة صغيرة، نكون في حضن بعض بدون كلام، سكوت كله سعادة. هدية بسيطة جداً حتى لو خاتم مصنوع من سلك نحاس، بس يكون معمول بإيديه علشاني أنا، وهدية من قلبه. حتى لو جاب لك كوز ذرة وهو جاي من الشغل، يبقى دي رومانسية. نصيحة من قلبي، ما تخليش الرومانسية تضيع بسبب الفلوس. لو الراجل ظروفه مش كويسة، خليكي سند ليه. صدقيني الراجل مهما كان محتاج حد يسنده، لأنه بيكون مضغوط وما يقدرش يشتكي ولا يبكي ولا يقول خلاص أنا تعبان. خليكي الحضن والأمان. ما تكسريش الراجل، لأنه لو انكسر عمره ما هيقدر يسعدك. واسمعي مني، خليكي سند ليه وخليه بجد جوه قلبك، وشوفي هو هيعمل ايه علشان يخليكي ملكة، حتى لو هيضحي بنفسه علشان بس يشوف ابتسامة مرسومة على شفايفك. شكراً ليكم وسلام عليكم.